أرأيت الأرض في دورانها كيف تماسكت بما عليها من ساكن وسائب. أرأيت النجوم في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب. أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب. أرأيت الأنعام كيف ذللت فجادت بألبانها لكل حالب. أرأيت النمل كيف اختزن طعامه دون كاتب له أو حاسب. أرأيت النحل كيف ارتشف رحيقا من الزهور فأخرج منه الشفاء مشارب. أرأيت نفسك وأنت نائم كيف ذهبت بك الأحلام مذاهب. إن رأيت كل هذا فاخشع ووحد الله فلا نجاة لهارب. يا جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك وكل ذي عينين لا تجعل مع الله شريكا. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. بل حذر أيضا وقال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، أي بعدم قراءة القرآن فيها. بل قال: إن الذي ليس في قلبه شيء من القرآن كالبيت الخرب. بل بشر وقال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. حقا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. مرة أخرى في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نودع فيه راحلنا الكريم علم عبد الرحمن البيومي فايد رحمة الله عليه. مرة أخرى نستمع إلى آية الذكر الحكيم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر علم التلاوة بأبو كبير محافظة الشرقية وقارئ إذاعات جمهورية مصر العربية. أسأل الله لفضيلته التوفيق ولحضراتكم حسن الاستماع. فمع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر وما صبرك إلا بالله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه صدق الله العظيم. يا زائر العرش إعزازا وتمكينا فقت الملائكة جاها والنبيين أسرى بك الله ليلا من حرم إلى حرم لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين عن ليلة ما لها في العمر ثانية ولا نبي سواك ليكمل الدين في الأقصى كنت إماما للأنبياء جميعا وهم وراءك حقا في المصلين ثم ارتقيت إلى السماء منفردا عند اللقاء وقد ودعت جبريل. من خواتيم سورة النحل وفواتح سورة الإسراء تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الرحمن خضر علم التلاوة المقيم بأبو كبير محافظة الشرقية. الله أسأل أن يجعل نور ما قرأناه وثواب ما تلوناه في ميزان حسنات راحلنا الكريم معلم عبد الرحمن محمد البيومي أبو فايد رحمة الله عليه. باسم عموم أسرة الراحل الكريم كل باسمه، باسم أشقائه أستاذ محمد والحج حسن والأستاذ رمضان والمعلم فتحي محمد البيومي فايد، باسم أنجال الراحل الكريم محمد عبد الرحمن وهني عبد الرحمن، باسم الأستاذ محمد عبد البديع والأستاذ عماد عبد البديع والأستاذ عاطف عبد البديع والأستاذ أحمد عبد البديع برعي، باسم حج إبراهيم السواح أسرة المرحوم الحج عبد الفتاح أبو العلا، باسم أستاذ محمد أحمد عبد اللطيف الشال والمعلم محمد فتحي سعد الزولاتي، باسم حج محمد إبراهيم والأستاذ جمال إبراهيم، باسم المعلم عبد اللطيف توفيق، باسم عموم عائلات أبو فايد كل باسمه. نشكر حضوركم جميعا ونقول شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وسبحان من له الدوام.